السلام عليكم. معاكم دكتور انعام، فاوندر اي ام وداتا اناليست. ان شاء الله هنبدا نعمل سلسله من البودكاست. هيبقى الهدف منها ان احنا نجاوب على كل الاسئله اللي بتتبعت لينا او بتتسال لينا بشكل مباشر. وهنبدا النهارده ان شاء الله باول حلقه من حلقاتنا وهي عن الفريلانسنج. طبعا معانا استاذ حسين، هو يعني خبره كبيره في المجال وهيبدا يعرفنا على نفسه وهيجاوب معانا على كل الاسئله اللي احنا سواء جات لنا او هي اسئله بتيجي في دماغك، احنا هنجاوبك عليها كلها النهارده عشان نقول لك تبدا الفريلانسنج ازاي وايه الحاجات اللي ممكن تعرض لها وهل هو فعلا طريق كويس او طريق مش صح تمشي فيه. عرفنا على نفسك يا حسين. ازيك يا دكتور، عامل ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله. لو انا مبسوط ان احنا عملنا البودكاست ده، انا كمان اسعد بنحضر له بقالنا فتره يعني كتير فان شاء الله نعمل حلقه كويسه للناس ويستفيدوا فعلا. وشكرا على مجهودك ان انت جمعتي كميه اسئله كبيره. فعلا انا شفتك بتجمع كميه اسئله مبعوثه في كومنتس ومسجز، فهنحاول نجمع اكتر الاسئله اللي اتقالت على التوبيك بتاع الفريلانس. احنا من رمضان من ساعه الورك شوب بتاعتك وكانت ضجه جامده جدا معانا في رمضان. والناس بدات تسال كتير على الفريلانسنج وانت عطيتهم بوش عالي جدا ان هم في فعلا. انا اعرف ناس كتير منهم عملوا فعلا اكونتات وانت فرحتهم ساعتها قلت لهم ما تخافوش، وهم فعلا سمعوا كلامك وما شاء الله دلوقتي بداوا يحققوا ارباح من المجال بتاعهم. وده اللي شجعنا ان احنا نكون اول حلقه لينا في البودكاست هي تكون عن الفريلانسنج. عرفنا نفسك يا حسين وعرفنا بدايه رحلتك في الفريلانسنج. انا اسمي حسين النسر، انا بشتغل في البيزنس تريننج والL&D فيلد بقالي تقريبا 7 سنين لحد دلوقتي. كويس جدا. اشتغلت مع اكتر من 36 شركه واكيد كلهم مش فول تايم، يعني احنا بنشتغل في اماكن فول تايم، في اماكن تانية بارت تايم، اماكن تانية فريلانس. فال 36 شركه او الاورجنايزيشن كان اغلبهم فريلانس، في منهم شركات في السعوديه، في الامارات، في الخليج، وفي منهم شركات اشتغلت معاها في يوروب، وكمان كلاينتس اشتغلت معاهم مع US ومع ساوث ايجا. ما شاء الله. فاحنا غطينا شويه اماكن جغرافيه مختلفه وشركات، بقى في شركات ناشونال وشركات مالتي ناشونال، وعن طريق يا اما ريفيرلز ومعارف او عن طريق البلاتفورمز والويب سايتس المختلفه بتاعت الفريلانس. طب كويس جدا والله يا حسين. احنا كده بقى عايزين نستغل كل الخبره اللي عندك دي ونبدا نعرف من اول يعني ايه فريلانس، وهل فعلا هي الفريلانس دي وظيفه وممكن حد فعلا يعتمدها كاسلوب حياه لنفسه ويبقى دي وظيفته ويبدا يكون بيت واسره ويبقى فعلا هو وظيفته الحقيقيه اللي يطلع ولاده يقولوا بابا فريلانس او ماما فريلانس. احنا عايزين بقى النهارده نقول للناس فعلا هي الفريلانسنج ده حاجه فعلا هو يقدر يبقى سيناريو حياته اللي جاي ولا حاجه على جانب الطريق جنب وظيفه، وهل فعلا بيدخل الدخول المرعبه اللي احنا بنسمعها. يعني في قصص كتير ومش عارفين صدق من كذب فعلا الفريلانسنج. احنا معاك النهارده، انت قلت لنا انت خبره 7 سنين في شركات كتير منها مالتي انترناشونال ومنها في الخليج ومنها في مصر، يعني ما شاء الله انت تقدر تفيد الناس بكل سواء جوه مصر او بره مصر كمان. فهنبدا معاك، قول لنا يلا يعني ايه فريلانس. خلينا نبدا من الاول خالص، نبدا نوضح شويه مفاهيم عن الفريلانس. الفريلانس هو مش شغل في حد ذاته، هو طريقه شغل. يعني ايه؟ يعني اي واحد بيكون بيتعلم مجال معين او خريج كليه معينه بياخد بقى فيها كورسات ويطور نفسه ويشتغل في شركه، ده الكارير اللي هو ماشي فيه. الفريلانس هو نوع من الانواع اللي انت بتوفر فيها الشغل ده لواحد من الشركات او واحد من العملاء اللي بتشتغل معاهم. من زمان وكل بقى الوالد والوالده وكل الناس اللي هي من عائلاتنا هم عندهم نوع واحد من الشغل عارفينه اللي هو الفول تايم. دول ناس من ايام بقى جمال عبد الناصر خلصوا الكليه جالهم جواب التعيين، ده بجد جالهم جواب التعيين، وعلى واحد بقى كل واحد هو حظه، اللي يشتغل في شركه الكهرباء، اللي شركه الميه، شركه البترول، بيقعد فيها لحد ما يجيب ال60 سنه يطلع المعاش. ده موديل او نموذج من الشغل اسمه فول تايم، وبيطلعوا منه على المعاش وما عندهمش بقى القابليه ان هم يسيبوا الشركه ويروحوا شركه تانية، ولازم يفضلوا مكملين في الاطار الحكومي علشان المعاش. دلوقتي ما ينفعش اقول للجيل الجديد ان انت تشتغل في مجال واحد وفي نفس الشركه تقعد فيها 30-40 سنه، ده ما بقاش متاح. وكمان علشان شركات القطاع الخاص بقت اكتر بكتير من القطاع العام، فانت بتشتغل في شركه قطاع خاص بتتعلم فيها سنه سنتين وممكن تروح بعد كده لشركه اخرى. هي طبيعه كمان الجيل اللي طالع هو مش بيقدر يقعد في مكان واحد لمده طويله، يعني هو عايز كل شويه يعمل اكتشاف حاجه جديده. بالظبط. بقى الكالتشر بتاعت الجنريشن اللي موجودين فيه مختلفه عن الجنريشن القديم. الناس القديمه دي كانت بتبقى
بقى عندها نوع من الاستقرار، اللي هي تقعد في مكان حتى الكرسي ما كانش بيتغير. صح. النهارده هو احنا بننام ونقوم نلاقي الشخص نفسه مغير في شكله، يعني ما بالك بقى في اسلوب حياته في شغله او صح. احصائيا بيقول ان اغلب جنريشن زد اللي هم اكتر من 1996 وانت طالع، دول ما بيقعدوش في وظيفه واحده اكتر من 3 سنين. دايما بيغيروا، يا اما بيغيروا الوظيفه في نفس الشركه او بيغيروا الشركه خالص. فدايما بيكونوا عايزين يطوروا من نفسهم ويجددوا ويتعلموا حاجات جديده. الفريلانس بقى هو اكتر نموذج بيعمل لهم ساتسفاكشن ويديلهم الحته دي. هي ايه انواع الوظائف اللي عندنا؟ احنا عندنا 6 انواع من الوظائف، 6 انواع من الطرق اللي انت تقدر تشتغل بيها. لما تيجي تكتب سي في وتيجي تقول انا عندي اكسبيرينس في كذا، فاول نوع واشهر نوع هو الفول تايم، تشتغل في مكان 5 ايام او 6 ايام في الاسبوع 8 ساعات. في نوع تاني اسمه بارت تايم. البارت تايم ده انت بتشتغل في نفس المكان لمده الاسبوع كامل بس 4 ساعات في اليوم، او 3 ايام في الاسبوع عدد الساعات كامله. النوع الثالث اسمه بروجكت بيزد، ان انت بتشتغل على مشروع، زي مثلا لو جبت مهندس معماري وقلت له عايز اشطب المكان ده، فعلى حسب هياخد 3 شهور، فتمام هو كده شغال على بروجكت، وقت ما اللي يخلص البروجكت شكرا مع السلامه. النوع الرابع انترنشيب او تدريب، انت واحد طالب في الكليه او لسه فريش جراد، فبتخش شركه تتدرب فيها ممكن 3 شهور او 6 شهور، بيبقى بدخل بسيط او من غير دخل خالص، وده نوع من انواع الاكسبيرينس. النوع الخامس فولنتيرنج، ان انت تتطوع في مكان، تدي وقت او تدي مجهود، سواء بقى مبادرات شبابيه، اتحاد طلبه في الكليه، دي بتبقى حاجه انت بتعملها من نوع انواع الفولنتير، وبرده ده من انواع الخبره كويسه جدا. النوع السادس بقى وده اللي هنتكلم عنه النهارده هو الفريلانس، ان انت بتكون شاطر في حاجه معينه، شغال في مجال معين، عندك اكسبيرينس في سيرفيس ممكن تقدمها، وبدل ما انت بتقدمها لمديرك او القسم بتاعك في الشركه انت بس، انت كمان بتبدا تقدمها لناس من بره، سواء لافراد او لشركات. فالفريلانس انت مش شغل على بعضه، هو نوع من انواع ان انت بتتواصل بيها مع ناس خارجيه علشان توفر لها السيرفيس اللي انت بتقدمها لها. طب كويس جدا يا حسين، يعني احنا كده طلعنا من الكلام عن تعريف الفريلانس. الفريلانس ده نوع من انواع الستة الوظائف. طيب خليني اسالك بقى، وده السؤال اللي فعلا يعني محتاجين اجابته قوي، هو ليه الشباب بيدور على شغلة الفريلانس وما بيدورش على الاستقرار ويروح على الفول تايم؟ وليه بقى فعلا هدف تقريبا من هو طالب جوه الجامعه ان انا الاقي فرصه ابقى فريلانس وابقى مشهور وابقى بحقق دخل وانا طالب؟ كويس جدا. عندنا 3 اسباب رئيسيه. طبعا الفريلانس عنده مميزات كتير، بس احنا عندنا 3 اسباب دول اكتر 3 بيفرقوا مع اي حد بيفكر يشتغل فريلانس. اول سبب ان دايما الشباب وقت الجامعه بيبقوا ما بين نارين. لما اتخرج هل افضل جنب العيله والصحاب، ولا محتاج بقى اسافر اشوف مصدر رزق في محافظه تانية او بلد تانية او اهاجر؟ ما بيبقاش عايز يبعد عن اهله، وفي نفس الوقت هو عايز يسافر علشان يقبض بالعمله الصعبه ويبقى عايش في مستوى معيشي افضل. صخب السوشيال ميديا. بالظبط. الفريلانس بقى بيحل لك المشكله دي. هو بيقول لك لا، خليك قاعد عادي جدا وسط عيلتك وسط اصحابك، وفي نفس الوقت طول ما انت عندك لابتوب وعندك انترنت كونكشن كويس تقدر تشتغل مع اي شركه في اي حته في العالم، وهتقبض فلوس كويسه بالعمله الصعبه. وطبعا لما الفلوس دي تتحول لك، فرق العمله هيخليك بتاخد مرتب او دخل كويس جدا، احسن من زمايلك اللي بيشتغلوا في شركات محليه هنا. ده اول سبب. تاني سبب هيبقى الخبره، ان انت لما بتشتغل فريلانس انت بتجمع خبره اكبر في نفس الوقت الزمني. فلو خدنا 2 طالعين من نفس الكليه عندهم نفس المؤهلات، نفس التقدير، نفس الصفات، نفس كل حاجه، واحد منهم اشتغل في شركه لمده 3 سنين فول تايم، وجيت بعد ال3 سنين سالته عندك خبره قد ايه؟ هيقول لي عندي خبره 3 سنين. لكن صاحبه التاني راح اشتغل برضه في شركه فول تايم لمده 3 سنين، وجنب الشركه دي اشتغل سنه بارت تايم وسنه فريلانس. بعد ال3 سنين هقول له انت عندك خبره قد ايه؟ هيقول لي عندي خبره 5 سنين في ال3 سنين.
عشان خلال ال3 سنين نفس الفتره الزمنيه هو شغال فول تايم في مكان، وبجانب المكان اشتغل في بارت تايم، وبجانب البارت تايم اشتغل فريلانس. فهو اشتغل على تاسكات اكتر، على بروجكتس اكتر، اتعامل مع عملاء اكتر، فبقى في افكار وخبره متنوعه جمعها في نفس الفتره الزمنيه. وده يقول لنا ليه دلوقتي في اكبر الشركات في العالم الوظائف الكبيره بقى اللي هو السينيور مانجر او الريجنال دايركتور والمدير التنفيذي والمدير الاقليمي، ليه الناس دي دلوقتي بقت اعمارها صغيره في الشركات؟ ممكن نلاقي دلوقتي مدير اقليمي في شركه كبيره عنده 30 35 سنه، بدأ حياته كفريلانس. بالظبط. هو لما نيجي نبص على السي في هنلاقي ان هو اشتغل في ستارت اب وعمل شغل هنا، واشتغل في فول تايم هنا، واشتغل بارت تايم هنا، وكان عنده فريلانس بروجكت هنا، جمع خبرات كبيره. فعشان كده لما وصل للسن ده لا هو السي في بتاعه محترم جدا يأهله ان هو يمسك المنصب ده جدا. طيب افهم من كلامك كده ان الفريلانس جنب الوظيفه هيعلي من الجزء بتاع الخبره. بالظبط. هي طول ما انت بتشتغل على بروجكتس اكتر طول ما ده بيضيف للخبره بتاعتك. فانت لو شغال فول تايم بس في الشركه فانت بتتعرض للبروجكتس اللي جوه الشركه دي او التاسكات اللي جوه الشركه دي بس، لكن انت مش هتتعرض لبروجكتس من انواع تانية من شركات تانية اندستري مختلفه. خليك حد نمطي جدا في التفكير كمان، بتتعرف على مشاريع اخرى. طب ايه السبب الثالث بقى كمان؟ السبب الثالث هيبقى فكره العائد المادي. خلينا نعترف ان انت لو دلوقتي بتشتغل في مكان واحد، حتى لو انت بتحب المكان، حتى لو الشركه كويسه، وايا كان انت بتاخد مرتب كام، بتاخد 50,000 جنيه في الشهر، بتاخد 100,000 جنيه في الشهر، المرتب الواحد ده خلاص اصبح حاليا غير كافي. غير كافي ان انت تكون نفسك، غير كافي ان انت تعمل اسره، تدخل اولادك بقى جامعه كويسه، تعيش في مستوى اجتماعي كويس. وخد بالك ان انت دايما هتبقى تحت رحمه الوظيفه دي. ما انت ممكن بكره الصبح المدير يقول لك يلا ان خلاص كده مش عاوزك ومستغني عن خدماتك، انت مرفوض. ممكن الاسبوع الجاي على فكره لينكد ان بنشوفها كده، خبره بالزبط. 20 سنه فجاه الشركه ما بقتش موجوده، هو يعني مش عارف يستوعب حتى ايه اللي حصل. طبعا ممكن بعد اسبوع يجي كورونا فالشركه تقول لك هنقلل 50% من عدد الموظفين عندنا. فانت حتى الشركه اللي انت ممكن تكون مستقر فيها وبتحبها ودخلك فيها كويس اصبح ان هي مش امان ان انت تعتمد عليها كمصدر دخل واحد. وعلشان كده انا بقى بتكلم في البيج عندي بتاعت ماني مانجر على فكره انت تعدد مصادر الدخل ويبقى عندك اكتر من مصدر للدخل. فانت لما تشتغل فول تايم في شركه هيبقى ليك مرتب من هنا، تشتغل بارت تايم في مكان هيبقى ليك دخل اخر، تشتغل فريلانس في مكان ثالث هيبقى ليك دخل ثالث. فانت هيبقى عندك اكتر من مصدر دخل بيدخل لك كل شهر. فلو حصل لا قدر الله اي مصدر منهم اتقطع في اي وقت انت عايش على المصادر الاخرى لحد ما تبدا تشوف مصدر بديل للمصدر اللي اتقطع. ممتاز. طيب يعني عايز اسالك سؤال، هو كده بالنسبه له هيقدر كشخص بقى قرر يبقى فول تايم بارت تايم فريلانس هيقدر يعمل مانجمنت تايم ليه ويقدر يعمل كده، ولا هو يعني في شخص هيقدر يعمل كده؟ يعني انا اقول لك حاجه، انا عن نفسي لما قررت ابقى ادخل في مجال الفريلانس سبت الفول تايم وكان عندي نوع الولاء والاستقرار النفسي للشركه، ولكن جاي الاحساس اللي هو طب النهارده لو هم بكره مش موجودين الدخل ده ممكن مش موجود، فاكيد لازم يبقى في حاجه صح. فبدات الاول زي ما انت قلت بالظبط، بدات الاول يبقى في فريلانس جنب الفول تايم، بس جه عليا وقت في لحظه من الاوقات حسيت ان انا هاثر في مكان على مكان صح. فيا اما هاثر على الشغل بتاع الفريلانس وده محتاج طول الوقت تطوير، تطور نفسك بشكل انت بتقدم السيرفيس بتاعتك فلازم طول الوقت بتشتغل على السكيل بتاعتك بتعليها، والفول تايم بياخد وقت كتير من الوقت والمجهود طول اليوم فبيخليك ما عندكش طاقه ولا فرصه تتعلم جديد. فجاء عليا لحظه من اللحظات لا شلت الفول تايم وخليت الفريلانس. فهل في شخص جدا ممكن فعلا يعمل كده وده صح ولا غلط؟ يعني ما اعرفش ده صح ولا غلط. طيب هي ملهاش قاعده، بس انا هقول افضل نموذج ممكن الناس تشتغل بيه. انا مش بنصح اي حد لسه في كليه او خلص الكليه يقول انا هشتغل فريلانس بس. حلو. لا، انت محتاج تشتغل فول تايم، محتاج تدخل شركه ومحتاج يبقى ليك مدير ومحتاج يبقى ليك جايد لاينز وقواعد بتمشي عليها ومحتاج يبقى في تيم بتشتغل معاه. ممكن المدير ده يبدا يعلمك شويه حاجات او شويه تولز وادوات تستخدمها في شغلك علشان يبقى في على الاقل حد زي منتور او حد زي مانجر تبدا تتعلم منه. لازم الفول تايم بالذات لما تبقى لسه فريش جراد ولسه مخلص كليه اشتغل فول تايم، ابدا جمع خبره. لما تبدا تجمع خبره ويبقى عندك تقدر تقدم سيرفيس كويسه للناس هنبدا بقى نفتح سكه الفريلانس. انت هتفضل في الشركه الفول تايم عادي جدا وهتفتح
باب اخر، الباب الاخر ده هيبقى فريلانس. تشوف هل الحاجات اللي انت اتعلمتها خلال السنه او السنتين اللي فاتوا هل في حد عايزها، هل تقدر توفرها لحد تاني او لشركه تانيه. ما انت لازم الاول تجمع اكسبيرينس ويبقى عندك سيرفيس تقدر تقدمها علشان نروح نبدا نقنع ناس تانية ان انا اقدر اد فاليو، اقدر افيدكم في الشركه او في البروجكت اللي انتوا بتشتغلوا فيه. خلينا اقف عند النقطه دي. يعني انت قصدك ان مش كل دي زي ملكه كده عند الواحد، مش كل الناس تبقى موجوده عنده. يعني في شخص لو هو ما عندوش قدره على التطوير واللي هو يشوف ايه اللي يقدر يقدمه لغيره مش هيقدر يبقى فريلانس. هي الفكره على عكس الفول تايم، فول تايم مجرد ما هيجيبوك جوه الشركه يقعدوك اسبوع بيدربوك انت خلاص بقيت عارف الوظيفه. هي مش هقول ملكه، بس هي الفكره ان انت عايز تديفلوب نفسك قد ايه. في ناس لما بتخش الشركه وتلاقي بقى خلاص وضعها مستقر، ليها مرتب ثابت، خلاص ده بالنسبه لي تمام وانا ساتيسفايد جدا، وبرجع بقى اروح من البيت اخرج مع صحابي، اقعد على القهوه، اتفرج على فيلم، بيقضي وقت يومه عادي جدا. في ناس تانية لا، هي ناس تانية بتفضل تطور من نفسها، تاخد كورسز، تقرا كتب، تتعلم، تاخد مهاره جديده، تشتغل فريلانس. هي in a continuous development. فهو على حسب نوع الشخص. فلو انت كشخص انت خلاص بقيت ثابت في مكانك، انا بس عايز احذرك ان انت الزمن مش هيبقى واقف عليك حقيقي. فانت لما تبدا تطور نفسك وتبدا تفتح باب تاني، الباب التاني ده هيخليك تبدا تاخد خبره اكتر وتشتغل مع عملاء اكتر وتاخد تجارب اكتر. ده معنى كده ان محتاج يمشي في الطريقين، وفي بعد لحظه معينه زي ما انا كده قلت مثال حاله عندي اخد قرار اكمل في الاثنين ولا ابدا استغنى عن حاجه بحاجه. بالظبط. امتى تاخد القرار انت تسيب الفول تايم؟ دلوقتي احنا خلاص اتفقنا ابدا كفول تايم، والفريلانس تبقى حاجه جانبيه. ممتاز. طبعا الفريلانس لما هتبدا فيه العائد المادي اللي هيجي لك منه مش هيبقى كتير، هيبقى فلوس بسيطه لحد ما تبدا تبني اسم وتعمل سمعه وتعمل شغل مع اكتر من عميل، فهيبدا الفلوس اللي بتيجي منه اكتر واحده واحده. امتى تاخد القرار؟ لما الفريلانس يقدر يجيب لك فلوس قد الفلوس اللي بتجيلك من الفول تايم بشكل مستقر على الاقل 6 شهور. يعني بمعنى دي مثال رقمي كده. دلوقتي نفترض انا بشتغل في وظيفه باخد منها مرتب 10000 جنيه. كويس. قلت خلاص انا هبدا اشتغل فريلانس جانب الوظيفه. هبدا فريلانس، ممكن ابدا يجي لي 500 جنيه، بعد كده 1000 جنيه، السنه اللي بعدها 2000، 3. الشغل بعمال يزيد والفلوس عماله تزيد. امتى اسيب الفول تايم واروح للفريلانس؟ لو الفريلانس بقى يجيب لي على الاقل 10000 جنيه في الشهر ومستمرين بشكل ثابت، يعني كل شهر لمده على الاقل 6 شهور بيجي لي 10000 جنيه، اللي هو متساوي مع الفول تايم. بالظبط. ما يبقاش مثلا شهر يجي لي 10000 جنيه والشهر اللي بعده يجي لي 5 والشهر اللي بعده يجي لي 7، لا، لما على الاقل يجي لك 10000 جنيه لمده 6 شهور ورا بعض، تقدر ساعتها تفكر تقول والله خلاص بما ان هي مصادر الدخل اتساوت، فانا اقدر اخد القرار ان انا اسيب الفول تايم واركز 100% من وقتي ومجهودي في الفريلانس، ولما انا اديله وقت اكتر ساعتها هيبدا يجي لي منه عائد اكتر. طب كويس جدا كده، انا طمنت على نفسي انا خدت القرار صح. لا تمام جدا. طيب انا كده اللي فهمته منك ان خلاص اخد قرار كحد لسه طالب بدرس في الجامعه او انا لسه فريش جراديويشن ان انا هبقى فول تايم، هدور على فول تايم جنب فريلانس. هل الموضوع بسهوله كده؟ يعني انا قررت ابقى فريلانس، هقول الصبح انا بقيت فريلانس هبقى فريلانس. اكيد في تحديات. ايه التحديات بقى وايه الحاجات اللي هو لو ما يلاقيها ما ييأس ويفضل مكمل ويطمن ان هو ان شاء الله هيوصل اللي هو عايزه، بس يبقى عارف اللي يعني نطمنه نقول له ايه الحاجات اللي هتكعبلك في الاول ولما تلاقيها كمل ولا يهمك. طيب خلينا نكون صراحه ان الموضوع مش سهل. هيبقى في ممكن نقول اكتر مشكلتين وحصلوا معايا شخصيا. اول حاجه ان انت مش هتلاقي اي دعم من اي حد تعرفه حقيقي، خصوصا العيله هي متعوده على النموذج، قلنا الفول تايم، تخش تشتغل في مكان تطلع منه على المعاش. فانت لما تيجي تقول لها انا عايز اشتغل فريلانس او انا هسيب شغلي واتفرغ للفريلانس، هم هيبقوا شايفينك قاعد على اللابتوب بتلعب، مش هيبقوا مقدرين ان ده شغل بجد ومقدرين ان انت دلوقتي في ميتنج ودلوقتي محتاج يبقى وراك صوت هادي. لا، هم بالنسبه لهم انت قاعد على اللابتوب بتلعب ومش اي حاجه. بالظبط. ومش هيدعموا فكره انت تستقيل من الشغل. يعني يقول لك طب انا لما اروح دلوقتي الوالد يقول لك احنا رايحين نتقدم،
هقول ايه انا لابو العروسه ابني هقول بيشتغل ايه؟ لاصحابي. بالظبط. هم عارفين مجموعه من الوظائف اللي متعودين عليها، دكتور، مهندس، محاسب. لكن انت دلوقتي لو قلت لهم شغال جرافيك ديزاينر، فرونت اند، مش هيعرفوا الحاجات دي. داتا اناليست. بالظبط. انا لحد دلوقتي انا العيله عندي مش عارفين انا بشتغل ايه. فاول حاجه عشان نبقى بنتكلم بصراحه، ما تستناش دعم من اي حد، ما تستناش ان هم يشجعوك عشان هم مش فاهمين انت بتعمل ايه، فهم مش هيشجعوك في حاجه مش فاهمينها. فما تستناش ان هم يقولوا لك يلا واحنا معاك وبندعمك وفي ظهرك، ده مش هيحصل. هتلاقيهم بالعكس، ده هتلاقيهم ممكن بيكونوا بيعارضوا قرارك وبيقولوا عليك مشتت، مش عارف مصلحتك، هتندم بعدين. كل الكلمات دي انت هتسمعها. فاول حاجه لو انت عايز تخش في الحته دي، اعرف ان الرحله فرديه، مش هتلاقي حد جنبك ومش هتلاقي حد يساعدك. دي اكبر مشكله بتواجه الفريلانسرز وما بتخليهمش يكملوا فتره طويله. ده معناه ان هم ما يقولوش، يبداوا يشتغلوا كفريلانس ويجتهدوا كده لغايه لا ما يبدا ممكن يطلع نتائج فيبدا يقول للناس انا فريلانس. ممكن يقول ما عنديش مشكله، بس لما انت تقول ما تستناش ان انت تاخد تاكيد من الناس. قصدك لو ما يستناش دعم من حد، ما يستناش دعم من اي حد. الناس شايفه الفكره بسخريه. ما تستناش دعم من حد علشان ما حدش هيكون فاهم انت بتعمل ايه، او ما حدش مشى الطريق اللي انت مشيته. تمام جدا. تاني حاجة هي المصادر. الفريلانس ده مش كورس، مش جاي اقول لك يلا اتعلم حاجة معينة فانت هتروح المكان الفلاني تخش كورس تتعلم 20 سيشن خلصتهم تبقى انت فريلانسر. دي بقى انا معاك جدا فيها وبقابلها مع المتدربين عندي. يعني هو بيبقى داخل يدرس تحليل بيانات، وانت عارف تحليل البيانات والبرمجة والكلام ده مربوط قوي بمجال الفريلانس. يعني هو داخل يتعلم تحليل بيانات ليه؟ عشان ابقى فريلانس، عشان اكسب فلوس كتير. فيقول لك انا باخد كورس، انا هسمع فيديو. فببقى فعلا عايزه اقول لهم مش فيديو مش كورس هو اللي هيخليك تبقى فريلانس. دي شويه حاجات كتير من ضمنها ممكن الحاجه اللي انت بتعملها دي. بالظبط. هي من الاخر مفيش اكشن بلان او مفيش بروسيس واضحه ان انت تمشي فيها ستيب 1 ستيب 2 ستيب 3 في الاخر تبقى فريلانسر. هي ما بتبقاش كده، ومفيش مكان بتروح تدفع فيه فلوس مثلا، عشان بنلاقي نصب كتير في الحته دي جدا، ان انت تروح تدفع فلوس في مكان ويقول لك انت قبل ما الكورس يخلص هتكون عملت اول $1000 في حياتك. بنسمع كلام كتير والاعلان ينزل بحق $1000. بالظبط. فالفريلانس اكتر التحديات اللي هتواجه اي حد بيخش المجال ان هو مفيش تمبلت واحده يمشي عليها، مفيش بروسيس واحده. انت بتبدا تتعلم اول حاجه في الكارير بتاعك، وبتبدا تاخد اكسبيرينس وتزود من خبراتك، تعمل سي في كويس وهكذا، وبتبدا تتعلم شويه سكيلز ومهارات دي اللي بتساعدك في الفريلانس. ودي خلينا نتكلم عنها بالتفصيل شويه. دايما الناس اللي بتخلص كليه هي بتبقى مركزه دايما في التكنيكال سكيلز. انا عايزه اظبط الويب سايت الفلاني، عايزه اظبط البروجرامينج لانجويج الفلاني، عايزه اتعود على التول الفلاني. هم بيتعلموا التكنيكال سكيلز وبيبقوا شطار فيهم وعندهم خبره كويسه جدا، بس مش التكنيكال سكيلز اللي هتخليك تشتغل فريلانس. هي ديفرنت سكيل سيت. انت بتحتاج تتعلم شويه مهارات مختلفه تماما علشان دي اللي هتقدر تستغل فيها التكنيكال سكيلز. زي ايه مثلا؟ زي ان انت تعمل بورتفوليو. ان انت كواحد محتاج تعمل حاجه اسمها بورتفوليو بيلدينج، او ان انت تبني بورتفوليو ليك. في ناس كتير مش مقتنعه بالموضوع ده. ما انت يعني محتاج اعمل بورتفوليو. يعني بالظبط. قول للناس انت بتعمل ايه. ما هو السي في مش بيقول للناس انت بتعمل ايه. هو زمان الناس انت معاك ايه، سيرتيفايد، انت مين. صح جدا. لكن ما بيقولش يعني انا النهارده بتعامل مع شخص انا مش عارفه، انا في دوله وهو في دوله. ايه اللي يخليه تراست فيا ان انا يشوف شغلي يقول لي انا عايز زي ده؟ ما هو انا مش هنقل اللابتوب بتاعي واروح اقعد جنبه واوريه. انا هبعت له بورتفوليو. البورتفوليو ده بيحكي سيناريو وستوري اللي انت بتعمله، وبيقول جوده الشغل. يعني انا ممكن اقارن بين حسين وانعام ببورتفوليو الاثنين. انا هبص هنا اشوف البروجكتس اللي هنا عملوا، التكنيكال اللي هو استخدمه، المهارات اللي هو استخدمها. هبص عند انعام ممكن اختار انعام مع انها الاغلى، بس انا البورتفوليو بتاع انعام فيه النيد بتاعتي، فيه احتياجاتي. صح. خلينا نعترف ان السي في ما بقاش كافي. تاني السي في كان كافي جدا في التسعينات والالفينات، ان لما حد يقول لك يلا هتشتغل معايا ابعت لي السي في. دلوقتي السي في ما بقاش كافي، والسي في هو في الاول والاخر ورقه انت بتكتب فيها كام سطر. ودلوقتي مع شات جي بي تي ومع اكتر من تمبلت موجوده على النت، اسهل حاجه تعرف تعمل سي في كويس جدا. فالسي في خلاص ما بقاش كافي ان يخلي العميل يثق فيك. فالبورتفوليو ده هو بيجاوبك على سؤال: ايه الدليل؟ انت بتقول ان انت اشتغلت على بروجكت الفلاني، او كاتب في السي في ان انت عندك خبره 10 سنين.
اجابه ايه الدليل مش تبقى في السي في، هي تبقى في البورتفوليو. صح. ان انا عايز اشوف بقى، وريني البروجكت اللي انت اشتغلت عليها، وريني الكواليتي او الجوده، وريني الاند ريزلت، النتيجه النهائيه كانت عامله ازاي، وبحكم الجوده اللي انا هشوفها اقدر اقرر بقى هل اتعامل معاك ولا لا. فالبورتفوليو، ان انت تبيلد بورتفوليو، ده سكيل مختلفه تماما. ايه تاني من ضمن السكيلز؟ فكره البرزنتيشن سكيلز. دايما عندنا الناس التكنيكال هم بيبقوا قافلين على نفسهم الباب الاوضه، قاعدين قدام اللابتوب. بس انت لما تروح تشتغل فريلانس، انت هتبعت ايميل للكلاينت مثلا، والكلاينت هيحدد معاك ميعاد على زوم، على سكايب، على وات ايفر. دخلتوا الميتنج، حلو قوي، هيقول لك يلا بقى اشرح لي، يلا قول لي هتعمل ايه، ايه البروجكت اللي انت هتعمله، ازاي هتحل المشكله اللي عندي. فانت محتاج تبريزنت. انت مش هتقول له والله انا عندي خبره 20 سنه، لا، انت محتاج تبريزنت، تقول له انا هعمل البروجكت ازاي، هيعمل لك ايه، هيساعدك ازاي في شغلك، ايه السيرفيس اللي هقدمها لك. انت هنا بتبريزنت اكنك داخل انترفيو، وبتintroduce yourself، وبتبريزنت يور كواليفيكيشنز والباك جراوند بتاعتك. وممكن لو عندك بروجكتس مشابهه او حاجه انت عملتها شبيهه، فتبدا برضو توريها له، بحيث ان هو يبدا ياخد افكار او يبدا يشوف المعايير اللي انت هتمشي عليها. دي سكيلز مختلفه تماما. اهم سكيل بقى، اهم سكيل، ودي بصراحه اكتر سكيل بتخلي الناس ما بتكملش، فكره التايم مانجمنت. علشان هو لو شغال فول تايم فهو محتاج هو محتاج بجد يقيس وقته ويبدا يتحكم في وقته كويس جدا. ما ينفعش تقول لي اصل انا راجع من الشغل تعبان ويدوبك هاكل شويه وانام واصحى تاني يوم اروح الشغل. لا، انت محتاج تتحكم في وقتك، محتاج تحط على الاقل ميعاد ثابت، ساعتين في اليوم تشتغل فيهم فريلانس. ولو صحابك كلموك قالوا لك يلا احنا نازلين خارجين، تقول لهم لا انا عندي شغل دلوقتي. فكره ان انت تقسم المواعيد وان انت تلتزم بيها، دي اكتر حاجه بتوقع الفريلانس. خصوصا ان هم بيبقوا طالعين من الكليه عندهم ثقافه ان احنا هنلم الموضوع في الاخر. هو مش مذاكر الماده طول السنه، خلاص انا هزنق نفسي اخر اسبوع قبل الامتحان هلم الدنيا. ده ما بينفعش مع بروجكتس الفريلانس، وانا بقولها صراحه، لو مش هتعرف تقسم وقتك الفريلانس مش مناسب ليك. ما ينفعش انا كعميل اتفق معاك على شغل وهتسلموا لي مثلا كمان شهر، انت المفروض بتشتغل على البروجكت ده خلال الشهر. ما ينفعش تفضل سايب البروجكت وتيجي اخر يومين ثلاثه تقول يلا عايز الحق اعمل اي حاجه. فانت لما تيجي تعمل مجالات كتيره بالظبط، انت مع انهم بيبقوا شطار على فكره، وبيخسروا سمعتهم واسمهم والعميل بتاعهم بسبب حته الكواليتي هتبقى وحشه. انت لما تيجي تزنق شغل شهر كامل تيجي تعمله في اخر يومين ثلاثه قبل الديدلاين، الكواليتي هتبقى وحشه. وانا كعميل انا مستني بقى البروجكت اللي انت هتسلمه لي، وبناء عليه معتمد عليه بقى في شغلي هستخدمه في حاجات تانية. فانا لما اجي الاقي ان انت مش عامل لي كل الحاجات اللي اتفقنا عليها او عاملها لي بجوده سيئه، خلاص انا مش هتعامل معاك تاني. هو دي ساعات برضه عشان اكون امينه معاك ما بتبقاش مشكلتها ان هو بيستنى يزنق نفسه في الاخر، لا ساعات هو بيبقى عنده سوء تقدير، يعني هو عنده مشكله في المانجمنت تايم عموما. هو حتى تقديره للتايم بتاع البروجكت نفسه ساعات بيحطه مش صح. وده طبعا بتحصل في الاول. في الاول بتحصل كتير. يعني انا من الناس اللي حصلت لي كده في الاول، بتحصل في الاول معانا كلنا، وانا حصل كده معايا. ومن يوم اتعلمت ان لا، البروجكت دايما بيبقى فيه حاجات مش ظاهره لما تيجي تشتغل، خصوصا الفريلانس بالذات. انت بتبقى كانك فتح وش العربيه وحاطط ايدك فيها، ففي حاجات ممكن تلاقيها فجاه. هم يعني دايما ما بيجوا يبداوا فعلا من اكتر التحديات اللي بيقابلوها وبيخسروا بيها عملاء، وساعات بيعمل لهم نوع من انواع الاحباط ان هو خلص البروجكت ما استلمش، يعني ما خدهوش او ما استلموش او رفضوا او رفض يسلموا الفلوس بتاعته، ان هو بيبقى فشل في حته التحكم في الوقت بتاعه. هي بتبقى في الاول طبعا ان انت ما بيبقاش عندك تقدير كويس او مش عارف التاسك دي تاخد منك وقت قد ايه، فدايما امن نفسك انك تحط وقت زياده وتشتغل بدري. ولما تخلص بدري ده هيديك مساحه من الامان ومن الراحه. لو انت عايز تعدل حاجه، لو العميل طلب تعديلات معينه، فانت هيبقى معاك وقت زياده عن الوقت اللي انت حددته. لكن لو انت زنقت نفسك اللي هيأثر على الجوده وهيأثر على السمعه، ودي اهم حاجه عندنا في الفريلانس. فالعميل مش هيتعامل معاك تاني، واكيد طبعا مش هيرشح لك بقى زمايله، ده بالعكس ممكن يخش يكتب باد ريفيو عنك عشان انت اتفقت معاه على ميعاد بكواليتي معينه بسيرفيس معينه وما التزمتش بيها. المهاره هي اللي هتفرق مع اي حد شغال فريلانس، هي التايم مانجمنت، ويبدا ان هو ينظم مواعيده. لو هو مش عارف ينظم مواعيده فبمنتهى الامانه الفريلانس مش مناسب ليك. ونفس الشخص ده على فكره لو هو شغال فول تايم هتلاقيه بيتاخر على البصمه، هتلاقيه مديره بيزعق له او بيتخصم له من مرتبه اخر الشهر تاخير. نفس الحكايه، اللي ما بيعرفش ينظم وقته هنا مش هيعرف ينظم وقته هنا. طب يا حسين، احنا كده عرفنا ايه التحديات وعرفنا كمان ايه المهارات. في جمله بقى بسمعها كتير جدا وتقريبا هم بيحبطوا نفسهم بيها.
انا شاطر في مجالي، انا عندي مهارات انا شاطر في مجالي، انا عندي كل المهارات بتاعت الفريلانس، مش فارق معايا الناس هتشوفني ايه او عيلتي هتبقى موافقه ولا رافضه، بس انا بدخل على مواقع الفريلانس بلاقيها مليانه ناس جدا، وناس شاطره، وناس محققه ريفيوهات حلوه وفلوس كتير، وبلاقي اسعار حتى كمان مختلفه. هدخل اعمل ايه وسطهم؟ يعني هعمل ايه؟ لا 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 خلاص انا كده مش هعمل حاجه. هل ده تفكير صح؟ لا، هو ده تفكير للاسف الناس بتلخبط ما بين الانتربرنورشيب والفريلانسنج. دي لخبطه ما بين رياده الاعمال وما بين العمل الحر. كويس. في رياده الاعمال لما اي حد بيروح ياخد كورس او يقرا عن الانتربرنورشيب بيقول لك ايه، ان انت لما تيجي تعمل مشروع جديد فحاول تجيب فكره جديده، فكره مش متطبقه في السوق، تعمل مشروع مختلف علشان العملاء يلاقوا حاجه فعلا مختلفه او قيمه جديده ويقدروا يجوا يشتروا من عندك. ده في رياده الاعمال. ما ينفعش تطبق نفس الكونسبت ده او المعلومات دي في العمل الحر. العمل الحر انت هنا راجل بتقدم سيرفيس، فما تتوقعش ان انت هتبقى الوحيد اللي بتقدم السيرفيس دي في العالم. ايا كان مجالك، بتعمل لوجوز، بتعمل فيديو اديتنج، بتعمل كودينج، ايا كان مجالك انت اكيد في ناس تانية جوه المجال ده. فما تقولش ان انا عايز ابقى الوحيد او ان انا عايز اخش في مجال ما فيهوش حد، ما فيهوش منافسه. مستحيل، مش هتلاقي. كل المجالات هيبقى فيها ناس. فعايزين نفرق بين الانتربرنورشيب والفريلانسنج. طب لما نيجي بقى نتكلم على الفريلانسنج، انت ايا كان المجال اللي هتخشه كده كده هيبقى فيه ناس، في 1000 واحد. عندنا مواقع كتيره جدا على ابورك وعلى غيره. دول لو انت فتحت وعملت بقى فلتر باسم المجال بتاعك او فلتر حتى بمصر، هتلاقي عدد كبير جدا من الناس. 1000 واحد بيقدم السيرفيس بتاعك. ما ينفعش تيجي تسال نفسي ايه ده 1000 واحد، طب انا هعمل ايه؟ انا هبقى 1000 واحد يعني. ده اللي بيحصل بقى بالظبط. هو ويقعد بقى يسال نفسه طب هو يعني معلش يعني الناس هتسيب ال1000 واحد دول ويجوا لي انا؟ طب ما هم في ناس زيي واحسن مني وممكن باسعار مختلفه. هنا هحاول اطمنك بحاجتين. اول حاجه الديماند والسبلاي، ان احنا بنتكلم عرض وطلب. هو ليه في 1000 واحد؟ علشان في شغل يكفي ال1000 واحد. ما احنا لو رجعنا خطوه لورا، مش هو كان فيه 999 واحد وفي واحد قرر ان هو كمان يعمل اكونت ويفتح ويشتغل وهو بقى رقم 1000. ما هو لو نفس الكونسيبت ده هو برده ما كانش فتح، وال999 برده ما كانش عمل، وال993 ما كانش عمل. ما اي وقت هتخش هتلاقي ناس جوه. فعلشان في ديماند وسبلاي، وانت لما بتشتغل فريلانس انت مش بتشتغل مع شركه، مش بتشتغل مع محافظه، مع بلد، انت بتشتغل مع العالم. انت ممكن يجي لك عميل من اي حته في العالم. يمكن دي مش واخدين بالهم منها. يعني يمكن هي الفكره انا داخل على موقع او ويب سايت معين، زي فكره ان انا بدور على بودي السي في بتاعي ودور على شركه في اللوكيشن بتاع بالظبط المحافظه اللي انت ساكن فيها او البلد اللي انت ساكن فيها. يمكن ده السبب برضو من الحاجات اللي هم مش واخدين بالهم منهم، ان لا انت بتدور او انت بتقدم خدمه لعملاء على مستوى العالم اللي هو كام ملايين بقى من البشر. اي حد سواء فرد عايز الخدمه او شركه وكيان انت ممكن تكون بتعمل معاه. في حاجه كمان لاحظتها ساعات بتبقى من الحاجات اللي بتقلقهم، بيشوفوا شغل بروفيشنال قوي على المواقع فيتخض. فدي برضو نقطه من الحاجات اللي انا يعني لاحظتها. فدايما كل واحد فينا عنده حاجه مهاره حتى لو صغيره هي نيدد عند حد تاني. يعني حلو جدا. مثلا خليني اديك مثال على تحليل البيانات. مثلا يبداوا يعملوا داشبورد صغير، فاقول لهم الداشبورد الصغيره دي انت النهارده قعدت شهر عشان تتعلم تعملها. في غيرك ما عندوش الوقت يتعلم خلال الشهر ده، او هو ما عندوش المهاره ان هو يتعلم، فهو محتاج تعمله الداشبورد دي. فانت لما تعمل اكونت على المواقع بتاعت الفريلانس وتبقى عندك اكونت، مش لازم يجي لك العميل اللي عايز الحاجه البروفيشنال اللي انت مبهور بيها، اللي انت شايف انا ما وصلتلهاش لسه. في عميل تاني لسه اللي هو لسه المستوى الاقل عايزك انت. ده هيخليك يديك دافع ان انت تشتغل وهتتعلم فيه. يعني هتتعلم فيه، مش هتتعلم فيها تديه حاجه وحشه طبعا. هتتعلم ازاي تفكر، ازاي تعمل برزنتيشن زي ما انت قلت، ازاي تعمل مانجمنت تايم دي. فهو برضو هو طول الوقت بيدي لنفسه غير التحديات بقى، هو بيدي لنفسه كده رعب ان انا ادخل في الحته ديت.
بالظبط. يعني النقطتين اللي انت عشان تطمن بيهم ان انت اول حاجه انت عندك ديماند من العالم كله وكل الناس، وده حتى statistics موجوده ان انت كل سنه عدد الفريلانس جوبز بتزيد، عدد الجوبز اللي هي بتبقى ريموتلي او عن بعد بتزيد، فسواء من خلال الشركات او من خلال البلاتفورمز بتاعت الفريلانسنج، فانت في ترند تصاعدي. لسه السوق مش ساتوريتد، لسه ما اكتفاش، فعشان كده هتلاقي دايما ناس بتدخل في المجال الفريلانس، وهتلاقي لو انت دخلت على الاكونتس المختلفه هتلاقيهم ما شاء الله كلهم شغالين. يبقى دي اول حاجه عشان تطمن نفسك بيها، ايا كان العدد اللي موجود في مجالك انت بتكلم العالم كله. تاني حاجه النقطه اللي انت قلتيها وهي فكره الجوده، ان انا ممكن الاقي حد فعلا يبقى بروفيشنال جدا عنده خبره 10 20 سنه وعامل كواليتي عاليه قوي، انا مش عارف انافسه. الفكره ان ده مش منافس ليك اصلا، انت مش بتنافس ده، انت بتنافس الناس اللي زيك في نفس المجال ونفس الخبره ونفس الجوده. فلو واحد في جوده تانية وخبره اعلى ده مش منافس ليك، معلش هو اصلا مش شايفك. زي بالظبط لو انت رحت الجيم، انت هل هتروح لافضل كوتش او افضل مدرب في مصر كلها؟ ممكن يبقى معاك الفلوس بتاعته وتبقى قادر تدفع له ثمن التريننج اور بتاعته، بس واحد معهوش الثمن ده فهيروح لكوتش بخبره اقل ببراند اقل. طب واحد عايز يودي ابنه يتمرن فهيروح لكوتش ممكن يبقى لسه خريج كليه تربيه رياضيه علشان يمرن ابنه. فعلى حسب النيد بتاعتك وعلى حسب الكواليتي والليفل اللي انت عاوزه هتلاقي حد يوفر لك السيرفيس ده. فانت مش بتنافس ناس عندها خبره كبيره وكواليتي عاليه، انت بتنافس الناس اللي قدك في مستوى الخبره، مستوى التعليم، مستوى الجوده اللي بيقدموه. طيب كده نقدر نقول ان هما يعني يقدر يطمن نفسه، هيدخل هيلاقي العالم كله كلاينتس موجوده جوه المستوى اللي هو فيه. حتى يعني دايما انصح ايه، وانت جوه الكورس بتنمي مهاره معينه او تكنيكال معين، ادخل، انت مش خسران حاجه. انت خسران ايه؟ انت مش هتعمل بروجكت هتجيب اسيتس تصرف عليها فلوس ولوكيشن، لا انت داخل باكونت تعمل يعني ساين ان لاكونت وخلصت. جرب وهتلاقي العميل بتاعك. يعني احنا كل اللي عايزين نوصله لهم اكسر حاجز الخوف اللي عندك، سيبك من اي حاجه بتتقال حواليك وجرب. هي الفكره انت مش خسران حاجه، انت دلوقتي زي ما قلنا بتدور على شغل فول تايم، ده كده كده، وشغال في شركه بيجي لك مرتب ثابت، خلاص حياتك مستقره الى حد ما. انت لما بتفتح الباب التاني انت بتجرب، هتقعد شهر شهرين 3 4 5، لو السنه كلها جالك تاسك واحد فريلانس طب ما ده احسن من لو ما كانش جه، صح؟ وكمان لو هنيجي نتكلم على فكره الموتيف او الحافز، ان شغل الفريلانس اكتر بكتير من شغل الفول تايم. العائد اللي بيجي لك حتى كعائد مادي بيبقى اكتر بكتير الفريلانس من الفول تايم. لو رحنا مدرس بيشرح في مدرسه للفصل في الطلبه، هتلاقيه بياخد مرتب من المدرسه اقل بكتير من هو لما بيروح يدي دروس بره. صح. شغل الفريلانس في اي مجال بيخلي العائد المادي اكتر بكتير من الشغل الفول تايم. طيب خلاص، واحنا كده اطمنا ومبقاش عندنا قلق وعرفنا ايه التحديات ومش فارقه معانا، قررنا نعمل دلوقتي نروح النهارده نعمل اكونت عشان نبقى اول خطوه لينا في خطوات الفريلانس. ابدا اعمل ايه؟ ايه المواقع اللي انا اروح لها؟ اتابع ازاي؟ البرايسنج بتاعتي احطها ازاي؟ التسعير اللي انا هحطه دي مشكله كبيره جدا. هم عندهم مشكلتين في الاول خالص، اسعر ازاي؟ يعني اول سعر ايه للعميل، خصوصا ان هو قلقان الناس اللي حواليه كتير شطار دول حاطين اسعار مش معقوله، يعني الكتكوت الصغير ده هو اللي هياخد نفس الفلوس دي، فهو بيبقى قلقان يسعر زي الناس اللي موجوده ولا يسعر بسعر اقل ولا ده يقلل من جودته، في حيره. فيروح فين؟ انه موقع يقدر يدخل عليها؟ ايه المده الزمنيه افريج كده يقدر يستنى قد ايه وبعد كده ياخد قرار يكمل ولا يرجع لورا تاني؟ ولو هو ربنا كرمه وبدا يلاقي فيه عملاء، ازاي يبدا يحط السعر بتاعه؟ هل يبص على الناس اللي شبهه ولا هو يحط سعر هو راضي شايف ده شغله؟ وخصوصا انت فاهم المجالات بتختلف. يعني انا هكلمك على مجال تحليل البيانات كداتا اناليست، لا الاسعار بتختلف من الاكسبيرينس بتاعتك، بتختلف من النوع العميل بتاعك، المجهود المبذول للمشروع. يعني في مشروع بيتكلم على حاجه بتبقى بسيطه او حاجه نورمال انت متعود تعملها كتير، مش هتبذل لها نفس المجهود. ممكن يكون مشروع اصغر لكن مجهوده اكبر.
صح. نفس القصه اعتقد في مجال البرمجه بيبقى نفس القصه، ممكن يكون مشروع هو اصغر ولكن مجهوده اكبر لان فيه بعض التكنيكال معينه هتحضر لها او تذاكر لها زي ما بيقولوا، او ممكن تروح تلاقي نفسك تاخد كورس عشان تعلم المهاره عندك ما كنتش مهتم بيها بس انت هتخدمك في البروجكت ده. فخلينا كده بعد قلنا لهم كده يعني الرحله نبدا نقول لهم يعملوا ايه بقى. طيب خلينا نحاول نعمل اكشن بلان. حلو جدا. شويه خطوات كده، لو حد بيتفرج علينا ورقه وقلم ونكتب كده 1 2 3. اول حاجه لازم نعمل بورتفوليو. كويس. ما ينفعش تكتفي بالسي في بس، محتاج تعمل بورتفوليو. تحضيرات ما قبل. البورتفوليو ده انت محتاج توريني امثله على شغلك. تمام. فانت لو بتعمل داشبورد، لو بتعمل كودينج، بتعمل ابلكيشنز، بتعمل ديزاينز، محتاج توريني اكزامبلز من شغلك وتحطها في بورتفوليو. هسألك هنا بقى السؤال اللي دايما بيتقال، هو انا هجيب شغل منين؟ ما انا ما اشتغلتش يا جماعه لسه. حلو، ما في حاجات انت بتعملها مع نفسك، يعني انت دلوقتي رحت اخدت كورس في الديزاين. حلو جدا. مش انت اتعلمت وممكن يبقى في الكورس ده ان انتوا اتقسمتوا تيمز وعملتوا بروجكتس جوه البروجكت ده او جوه الكورس ده، ما ده ممكن تعمل له بريزنتنج ان انا اهو ده شغلي، ده حاجه انا عملتها. انت مع نفسك فتحت اللابتوب و اخترعت اي تاسك يعني وبدات تعمله مع نفسك. اخر الجزء اللي هو هيقعد يدرب نفسه عليه سواء من خلال كورس بياخده او من خلال هو اصلا بيمارس المجال اللي هو قرر يدخل فيه، هو ده يكون بيه البورتفوليو بتاعه. يعني مش محتاج بصراحه كده، مش محتاج اروح اشتغل الاول بعد كده ابقى فريلانس. انا ممكن اروح اعمل بروجكتس تدريبيه او تجهيزيه انا بجهزها عشان ابدا بيها. بالظبط. حتى كمان لو انت هتروح تقدم في شغل فول تايم، ما انت ممكن تستخدم البورتفوليو ده وتقول له بص دي الحاجات اللي انا عملتها مع نفسي او الحاجات اللي انا بتمرن فيها. وطبعا لما هتشتغل فول تايم هيبقى عندك بقى بروجكتس اكتر وحاجات اكتر فتقوي بيها البورتفوليو. يبقى اول حاجه، اول خطوه محتاجين نعمل بورتفوليو. تاني خطوه محتاجين نبدا نشوف ايه الطرق اللي هنوصل بيها للعملاء. خلاص انا دلوقتي واحد عندي سيرفيس، عندي خدمه عايز اقدمها. طيب ازاي العميل هيعرفني؟ فانا محتاج اروح للاماكن اللي العملاء بتدور فيها على موفرين الخدمه. زي ايه؟ زي مواقع الفريلانس بقى المختلفه. احنا عندنا مواقع دوليه وفي مواقع عربيه. اشهر مثلا مواقع نتكلم على اب وورك وفريلانسر، upwork.com وفريلانسر.com، دول اشهر مواقع انترناشونال. عندنا لو عايز مواقع عربي عندنا مستقل وخمسات وفريلانس يارد، دي كلها مواقع عربيه وهتلاقي عادي ناس سواء من مصر او من الخليج بيستخدموها. كويس. فانت ممكن تعمل اكونتس على 2-3 بلاتفورمز من دول، والاكونت ده محتاج بقى تبدا تبريزنت نفسك كويس فيه. محتاج تبدا تتكلم عن البايوجرافي بتاعتك والانترودكشن والاكسبيرينس والكورسز اللي انت واخدها، وتعمل ابلود للبورتفوليو والسي في بتاعك. لازم يبقى اكونت كويس. يقدر يعمل كده على كل، يعني مثلا قررت اعمل على الثلاثه الدولي والثلاثه يعني فاضي بقى، انا في الاول فاضي بقى يعني بس هعتبر نفسي صياد وقاعد بقى بس يعني برضه ما يوزعش وقته قوي يعني، ما يعني عشان مش هيبقى صعب انه يتابع على 5-6 مواقع مع بعض. يبدا ب2-3 2-3 واحد مثلا دولي وواحد عربي، بحيث ان هو يبقى يعرف يفوكس عليه. كويس جدا. ثالث خطوه ان هو يبدا يفتح الابلكيشن او يفتح الويب سايت ويبدا يدور ايه البروجكتس اللي مطلوبه في مجاله. زي كده لو واحد بيدور على وظيفه فبيدور على موقع من مواقع التوظيف وبيبدا يكتب اسم الوظيفه اللي هو عايزها ويلاقي الشركات منزله الوظائف وبيخش يعمل ابلاي. نفس الحكايه انت هتبدا تكتب اسم المجال بتاعك وتشوف الكلاينتس او العملاء طالبه شغل نظامه ايه، طالبه حاجه عامله ازاي. فالعملاء بتنزل الاعلان بتاعها ان احنا عايزين حد يعمل لنا 1 2 3، وانت بتخش تعمل ابلاي. بتدخل تعمل ابلاي وتبعت للعميل والله انا ممكن اساعدك في ان احنا نعمل البروجكت الفلاني. بتبدا تقول له الفتره الزمنيه الاكسبكتد ان انت محتاج ممكن تعملها خلال شهر، خلال شهر ونص، وبتقول له السعر المبدئي او السعر التقريبي للخدمه بتاعتك. تاني، العميل لما بيبدا يشوف ان في اكتر من عرض جاي له
ممكن بقى يبدا يحدد والله انا عايز اشتغل مع فلان، او عايز اسمع من فلان، او اعمل ميتنج مع فلان. فلما بتعمل ميتنج محتاج بقى تبدا تشرح له، محتاج بقى تقنعه. وهنا بقى نرجع لنقطه اللي انا كنت من ضمن السكيلز بتاعتي ان انا بريزنت. انت بريزنت بقى وتنيجوشيت لو هيبقى في اختلاف على السعر، ده كلها جوه الميتنج. فانت لما العميل هيسكيدجول ميتنج معين على سكايب او زوم او مايكروسوفت تيمز او ايا كان، انت محتاج اول حاجه تحضر نفسك للميتنج ده، وتبدا تتكلم معاه في الميتنج ازاي انت فعلا هتعمل ادنج فاليو ليه، وتوري له بقى البورتفوليو وتوري له البروجكتس اللي انت عملتها، عشان ده هيبقى المقياس بتاعه. هو لما يشوف البروجكتس دي ويشوف الجوده دي، هو هيبدا في دماغه يقول انا عايز حاجه تبقى الشبه ده، او عايز حاجه يبقى الجوده قريبه من المستوى ده. عشان كده قلنا نبدا بالبورتفوليو الاول. لازم يبقى فيه دليل على الحاجه اللي انت هتقدمها للعميل. اول ما العميل بيقول لك خلاص دن اتفقنا، ساعتها بقى بتبدا تمشي معاه في الخطوات بتاعه التنفيذ، وان انت تشتغل على البروجكت وتقسمه لمراحل او مايلستونز، وتعمل معاه فولو اب ميتنج، تشوف لو في عنده فيدباك، حاجه تمام، حاجه عايز يعدلها، حاجه عايز يزودها، لحد ما بتسلمه البروجكت في الاخر وتستلم فلوسك. ويكتب الريفيو، ويكتب لك ريفيو اللي هو طبعا اهم من الفلوس. طبعا، لان ده اللي هيجيب العميل اللي بعده. طبعا. طيب ما جاوبتنيش على سؤال مهم. يحط السعر ازاي؟ يقلد الناس اللي حواليه، ولا هو يحط سعر هو شايف ان هو مرضي بالنسبه له خلاص؟ طيب السعر انت بتحطه زي الناس اللي موجوده معاك في نفس المجال واللي قدك في المستوى. تاني، ما تروحش تقارن واحد عنده خبره 10 سنين وشغال فريلانس بقاله 10 سنين وحاطط سعر عالي قوي. انت بتقارن نفسك مع اللي زيك. فانت لو انت لسه بتبدا في الفريلانس، او لو انت بقالك سنتين ثلاثه، غير لو انت بقالك 5 6، غير لو انت بلس 10 years. انت قصدك كده ان انا قبل ما ابدا باخد قرار من انه موقع او انه منصه ادخل عليها، اعمل فيها تور كده، الف فيها لفه، صح، وانا حاطط قدامي المجال اللي انا داخل فيه. يعني مش داخل لسه ادور على ايه المجال، انا داخل وانا عارف انا مجالي ايه اللي ايه المجال، وتعلمت المجال وعندك خبره اوريدي. ما انت ايه الحاجه اللي انت هتعملها بروفايد للعميل، وابدا اشوف واقسم الناس الموجوده لشرايح فيها نفس مستوى متوسط متقدم، اشوف انا نفسي في انهي منطقه من المناطق دي، وابدا اشوف بقى هم، حتى ممكن اشوف الاكونتس بتاعتهم مكتوبه ازاي. صح، هم عاملين تعمل ماركت ريسيرش. الماركت ريسيرش ده ان انت بتبدا تعمل سيرش على الاكونتس الموجوده، وهم بيبقوا حاطين كل البيانات، عندهم خبره كام سنه، اشتغلوا كام ساعه فريلانس، عندهم كام بروجكت، هم بيبقوا حاطين البيانات دي. وتقدر تخش تقدر تتفرج على البورتفوليو بتاعتهم. فانت هتلاقي واحد والله عنده خبره كبيره قوي وعامل جوده اعلى منك بكتير. خلاص احنا ده مثلا نقول حاطط ان هو بياخد $10 في الساعه مثلا، ولقينا واحد الكواليتي بتاعته والجوده بتاعت الحاجه اللي بيقدمها ضعيفه جدا ب$2 في الساعه، ولقيت واحد متوسط الكواليتي بتاعته متوسطه ب$5 في الساعه. انت بقى هتقارن، دلوقتي عندك معيار ادنى ومعيار متوسط ومعيار اعلى. انت فين؟ هل انت مع اللي تحت، ولا انت زي المتوسط، ولا انت اعلى منه ولا اقل منه، ولا انت زي اللي فوق؟ الحكم مش على عدد سنين خبره، الحكم على الجوده، جوده الشغل، جوده الشغل اللي انت تقدر تقدمه لي. فانت لو لقيت نفسك زي الفئه المتوسطه اللي هو بيصنف نفسه ان هو $5 في الساعه كمثال يعني، فانت خلاص انت كده عرفت ان ده الرينج اللي انت التسعير بتاعك. فهمتك. طيب لما هتيجي بقى تبدا، فانت ممكن ساعتها تبدا ب$5، او في النيجوشيشن يعني مع الكلاينت هتبدا ب$5 على قد الفئه اللي انت السعريه اللي بتتكلم فيها. ولو هو عايز ينيجوشيت وفعلا انت عايزين بقى نبدا نعمل بورتفوليو ونخلي الاكونت بتاعنا يشتغل ويبقى الحاجات باينه، فممكن عادي جدا نقلل نخليها $4 او $3، بحيث احنا لسه بنبدا، لسه بنعمل اسم، لسه الاكونت بيبدا يجي عليه كلاينتس، يجي عليه ريفيوز، عشان ده اللي هيساعدنا بعد كده قدام. نكبر بعد فانت كده. البرايسنج انت بتعمل برايسنج على قد الناس اللي موجوده معاك في نفس الفئه السعريه. يعني معنى كده لو انا موجود في اكتر من منصه، كل منصه هشوف ايه الناس اللي حواليا واحط نفس التسعير بتاعها طبعا، او بالطريقه اللي احنا حكينا عنها دلوقتي نشوف المتوسط بتاعها عامله كام. طب يا حسين، احنا كده خلاص وصلنا لنهايه الرحله، خلاص الحمد لله عديت بكل المشاكل والتحديات، وعرفت ايه المهارات، وعرفت ازاي كمان ادخل على المواقع. بالفعل بقى عندي اكونت، وكمان عرفت ازاي اسعر وازاي احط نفسي في انهي شريحه من الشرائح الموجوده. بس خلاص انا كده بقالي شهر وقاعد مستني بقى العميل بتاعي وما جاش اي عملاء. اعمل ايه؟ ازهق واقوم اروح، ولا اكمل، ولا اعمل ايه؟
طيب علشان تشتغل فريلانس هو زيك بالظبط لما انت بتكون بتدور على شغل بعد ما تخلص كليه. انت بتبدا تفتح مواقع توظيف كتير وبتعمل ابلاي على 100 وظيفه. من ال 100 وظيفه هيكلمك 5 يقول لك تعالى اعمل انترفيو، ومن الخمسه ممكن واحد بس تتقبل فيه. ده معناه ايه؟ ده معناه انت محتاج تقدم كتير علشان عدد اكتر يجي لك كانترفيوز، علشان فرصتك ان انت تشتغل تبقى اكتر. ما ينفعش يبقى انت عامل اكونتس بقالك شهر شهرين 6 شهور ومستنيهم هو اللي هيجوا لي بقى. بالظبط، انت مستنيهم هم اللي يكلموك، او ان انت قدمت على 2 بروجكتس ومحدش كلمك فانت زعلت. لا، هي مش زعل، انت بتقدم على بروجكت واثنين وثلاثه و10، وكل ما تقدم على بروجكتس اكتر كل ما هيجي لك من الابلكيشن بتاعتك انترفيوز اكتر، العميل هيكون عايز يتكلم معاك. ولما تخش بقى مع الكلاينت وتتكلم معاه وتقنعه اكتر بيك وتقنعه بالبروجكت وقد ايه انت هتحل له المشكله اللي عنده، فده هيخلي فرصك اكتر في ان انت تشتغل اول شغلانه فريلانس. لو عايز نسب لو عايز نسب ما تيأسش قبل ما تقدم على 100 بروجكت. 100 ده بجد 100. يعني انت لو قدمت على 50 ما تقولش انا قدمت على 50. ناس قدمت على بروجكت واحد بس خلاص احبطت وخلاص، شايفه الموضوع ملوش فايده. بالظبط، ما هو انت اكنك في نفس الحكايه، خلصت الكليه رحت قدمت على وظيفه واحده، الاتش ار ما كلمنيش، خلاص انا احبط. ما هي نفس الحكايه بجد. قدم على الاقل حاجه على 100، وانا اضمن لك ان من ال100 ده على الاقل عميل واحد هتشتغل معاه ان شاء الله. بالظبط، على الاقل عميل واحد. انه لو قلنا 10% تعمل انترفيوز، تعمل 10 انترفيوز ان شاء الله، 10% من ال 10% ان انت عميل واحد تشتغل معاه. بس قبل ما تقدم على 100 ابلكيشن ما تجيش تقول لي انا يأست، او انا شايف ان الموضوع مش مناسب ليا، او انا بقالي فتره كبيره ومحدش رد عليا. اوصل لل100. وطبعا كل ما انت بتعمل ابلاي انت بقى بتعمل ابلكيشن شكلها كويس، انت بتابلاي بتكتب فيها تفاصيل المشروع بالمده الزمنيه بالادوات اللي هتستخدمها بالديسكريبشن. يعني محتاج الابلكيشن دي تبقى ابلكيشن كويس. يعني نقدر نقول لازم نسعى، السعي هو رقم 1 في الموضوع ده كله. طبعا. طيب الحمد لله كده احنا بنوصل للاخر، وصلنا الحمد لله وجالنا اول عميل، ويعني مش عارفين نقول ايه، شكرا يا رب. والعميل جه واتفقنا وتمام وخد يعني وعجبه بدأنا الشغل وعملنا كمان البرزنتيشن الاولاني وبدات الشغل. بس طول وانا شغال بيجي في دماغي سؤال، هو انا هاخد فلوسي ازاي؟ هو انا ممكن اسلم العميل الشغل وما يدينيش فلوسي؟ طب الفلوس دي هتتحول لي ازاي؟ طب هي لما تتحول لي انا هاخدها، هل في اي مشكله؟ سهل التحويل او صعب؟ خصوصا لو انت جالك عميل من بره الدوله اللي انت فيها ويجي لك بعمله مختلفه، او هي سهل طبعا تقيم بالعمله. يعني سي مثلا انت حاطه مثلا ب 1000، فهو انت هشوف ال1000 ده كام دولار او كام ريال او كام درهم، خلاص سهل. هي مشكله لو جاي لك بقى بالعمله دي تعمل ايه؟ احنا كده عندنا مشكله، خلاص احنا بقينا في خلصنا البروجكت ويلا عايزين نتحاسب، عايزين فلوسنا بقى خلاص. طيب الهدف من الموضوع كله. ماشي. خلينا ناخدها خطوات. اول خطوه فكره ان انت خايف ان العميل ما يدفعلكش الفلوس، او انت مش ضامن، ما انت ما تعرفوش، ما فيش ثقه. وعلشان كده ده الدور اللي المواقع دي بتشتغله. هي المواقع دي عباره عن مواقع وسيطه، اب وورك وغيره، هو موقع وسيط ما بين الكلاينت وما بين السيرفيس بروفايدر اللي هو الفريلانسر. فالكلاينت بيبقى منزل البوست على الويب سايت، وانت كفريلانسر انت برضو بتقدم له الخدمه من خلال المنصه دي. فانت مين الضامن هنا؟ الضامن هو المنصه هي اللي بتضمن حقوق ده وحقوق ده. فالعميل لو هو شافك ان انت ما اشتغلتش او ما عملتش الشغل المطلوب، او لو انت سلمت له الشغل وهو ما دفعلكش العائد، اي تعامل لازم يبقى written documented. يعني لازم التعامل كله يبقى مكتوب وموثق، يبقى فيه ايميلز، يبقى فيه مسجز على المنصه، وكل ما تخلص جزء من الشغل مثلا بتبعته له برضه. فالمنصه هي الدليل ان انت عملت شغلك، وفي نفس الوقت تضمن حقوق العميل ان هو اخد شغله مظبوط. لو حصل وانت سلمت له شغلك والعميل ما بعتلكش الفلوس، فالمنصه اللي هي ابورك هي علشان كده بتاخد كوميشن، علشان هي كده بتحاول تبقى متاكده ان كل الناس واخده حقوقها. فلو هو ما دفعلكش فلوسك، انت ساعتها على المنصه بترفع شكوى في الكلاينت، والمنصه دي في اقل من 5 بزنس دايز، يعني اقل من 5 ايام عمل، بتبقى خلصت المشكله وبتبقى هي اللي حولت لك الفلوس. ليه؟ عشان العميل بيبقى محول الفلوس اصلا للمنصه من قبل ما يبدا. العميل بيبقى محول الفلوس خاص للمنصه، وانت لو اثبتت للمنصه ان انت عملت شغلك، واثبات بالايميلز ان انت حولت الشغل للعميل وكل حاجه،
ساعتها المنصه بما ان هي عندها الشغل هتبدا تحول لك الفلوس للاكونت بتاعك. ففكره الضمان هي المنصه اللي بتشتغلوا، علشان كده هي بتاخد الكوميشن بيز او العموله. حلو جدا. الفلوس دخلت بقى، عايزين نعرف هنوصل بقى. هنحولها ازاي بقى. الفلوس. عايزين نمسك الدولارات. طيب عايزين نعرف بقى ازاي هنستقبلها، ازاي هنمسكها في ايدينا. فانت على المنصه برضو انت ممكن تبدا تدخل تدخل بياناتك البنكيه. فانت لو انت عندك حساب بنكي، الحساب البنكي ده ممكن يبقى في اي حساب في اي بنك في مصر، لما تحط عليه التفاصيل بتاعه الحساب البنكي ساعتها المنصه هتبقى محوله الفلوس لحسابك البنكي. هتقولي حتى لو مصري، هقول لك اكن حواله جايه لك، زي لو عندك قريبك في السعوديه ومحولك حواله هيحولها لك برضو على حسابك البنكي. ده علشان تستلمها عادي جدا على حسابك البنكي. طيب في ناس بقى عندها باي بال ده زي بنك اونلاين، فانت ممكن برضو تحط تفاصيل الباي بال وساعتها الفلوس هتتحول من المنصه الى باي بال، ومن باي بال ممكن ساعتها تحول على الكارت البنكي او حسابك البنكي عادي جدا. يعني نقول المنصه ضامنه لك كل حاجه. بالظبط. ايه كمان ان انت لو انت عايز تستلم العمله الاجنبيه، فانت برضو لو انت تحول على باي بال ممكن من باي بال تحول مثلا على ويسترن يونيون او على الشركات بتاعه تحويل الاموال، فساعتها هيتم تحويل الفلوس من المنصه او باي بال الى ويسترن يونيون، وطبعا هيتخصم مصاريف التحويل. وساعتها انت هتقدر تروح بس اثبات هويتك اللي هو البطاقه او الباسبور، هتروح للمقر بتاع ويسترن يونيون او الشركه وتقول لهم اتفضلوا انا جاي لي مبلغ كذا، وهم هيتاكدوا وهيدوا لك الفلوس بالعمله الاجنبيه في ايدك وانت ماشي، ومعاك الايصال ومعاك الورق كل حاجه مضمونه. خلاص تمشي فرحان بقى كده وتطمن ان انت حققت هدفك. بس خلينا نقول حاجه في الاخر، ان عشان بتحصل مع ناس فريلانسرز كتير قوي، الدخل ما بيبقاش ثابت، ما بيبقاش مستقر. انت ممكن تيجي تشتغل في شهر تشتغل مع عملاء كتير، وده عيوب الوظيفه يعني خلينا ما نقولش وظيفه، هي عيوب الفريلانسنج هي كده. بالظبط. يعني كل حاجه ليها ميزه وعيب. ميزه ان انت ما بتنزلش كل يوم تروح الشغل زي ملتزم ببصمه، ميزه ان انت تشتغل من مكانك، ميزه ان انت بتشتغل حاجه بتحبها. بس هي فكره ان انت محتاج في الاول تسعى، رقم واحد، بعد كده ما فيهاش الاستقرار بتاع المرتب الشهري اللي انت ضامن كل شهر هيجي لك ده. فهنا علشان كده بنتكلم ان اهم من الفلوس اداره الفلوس. ان انت لو بيجي لك في شهر ممكن 10000 جنيه، الشهر اللي بعده 20000 جنيه، ممكن الشهر اللي بعده 5000 جنيه. فانت هنا محتاج تبدا تشوف ازاي هتمانج الماني او ازاي هتعمل اداره للموارد بتاعتك والدخل بتاعك الشهري، بحيث ان انت تبقى بتحوش منه، عامل صندوق احتياطي، عامل مصاريف لو في حصلت اي ازمه او حصلت اي وقت او اي حاجه طارئه، يبقى عندك دايما حاجه انت مسنود عليها. او لو في شهر من الشهور الشغل بتاع الفريلانس كان قليل والدخل قليل، فانا عندي الباك اب او الدعم اللي انا اقدر استخدمه عشان اصرف بيه على التزامات حياتي ومصاريفي اليوميه. فاهم حاجه ان انت ما تعتمدش على دخل ثابت علشان هو هيبقى متغير. انت بقى اللي محتاج تبدا تحط كده شويه طرق بحيث ان انت تدير بيها الفلوس. انا عارفه ان انت شاطر في الحته ديت على فكره، فمحتاجين توعدنا ببودكاست تاني تكلمنا فيه على اداره الاموال وازاي بقى ندير اموالنا بعد ما نكون فريلانس ومشاهير وعندنا فلوس بقى. ان شاء الله هاتوا بس الفلوس الاول وهنظبطها. شكرا جدا يا حسين. يعني الموضوع ده كان بالنسبه لي مهم جدا. يعني احنا دايما طبعا في كل المجالات، لكن انا دايما احنا عشان مرتبطين شويه بالداتا اناليسيز، فهو تقريبا ما فيش حد بيدرس داتا اناليسيز غير وهو مركز انا عايز يبقى فريلانس جنب وظيفتي، يا اما انا عايز ابقى فريلانس، وخصوصا الجنريشن الصغير. فكان طول الوقت بحس يعني بقول لهم معلومات، ولكن المعلومات لما تيجي من حد طبعا متخصص زيك هتبقى اضمن وادق وكمان مترتبه. يعني انت خدت الموضوع من اول الرحله وهي فكره الى وصلنا في الاخر احنا بقينا فريلانس فعلا ووصلنا للفلوس بتاعتنا. فالبودكاست ده مهم جدا 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 جدا، سواء للداتا اناليست اللي بيدرسوا معانا في ام، او سواء لاي حد بره يعني بيسمع عن الفريلانس عموما، وكمان لاي حد يعني بيفكر يدخل بايا كان مجاله في طريق الفريلانسنج وطريق اللي هو العمل الحر من غير ما يبقى فيه قلق ولا توتر. يعني احنا طمناهم النهارده.
احنا بنحاول نحط كده زي شويه خطوط عريضه بحيث ان الناس تبقى عارفه، واهم حاجه ان هي تبقى متاكده منها ان هي كل ما تشتغل اكتر ده بيزود في خبرتها اكتر، وده اللي هيخلي عندها فاليو ادد اكتر للناس، فده حقيقي صح. بالتالي هيزود السعر بتاعها بعدين، وتعرف تعمل كارير كويس جدا ان شاء الله قدام. ان شاء الله. هو اصلا لو ركزنا في كل الكلام اللي انت قلته، هو كان مبني على حاجتين: السعي، وان هو يتقي الله في عمله، لان هو لو سعى هيلاقي اللي هو الهدف بتاعه في الاخر، ولو اتقى الله في عمله هيعمل شغل كويس أكيد، جدا، هيبسط أكيد. العميل، فيبدا حسين اللي احنا بجد عملنا البودكاست وانا اكتر المهم ده، والله. وده كان بودكاست بقاله كتير بيتنظم له، فالحمد صح، لله. صح، وراضي حقيقي. جدا عن الاداء اللي احنا طلعناه، وجاوبنا على كل الاسئله اللي احنا قلناها، وجاوبنا على كل الاسئله اللي جات لنا. الحمد لله. ان شاء الله دي اول حلقه من حلقات البودكاست بتاعتنا. ان شاء الله في حلقات تانية. طبعا احنا هنسيب اللينكات بتاعت استاذ حسين، واللينك بتاع البيج بتاعته والفيسبوك، عشان برضو لو في اسئله تانية او في لسه اسئله يعني ما كناش جمعناها، او لسه انتوا عندكم اسئله تانية غير اللي احنا اتكلمنا فيها، تقدروا تتواصلوا معايا او تتواصلوا معانا، واحنا كمان نجيب لكم اكيد اكيد. اتشرفت بيك جدا يا حسين، وان شاء الله نلتقي على خير. ما تنساش بس ان انت وعدتنا ان احنا يبقى في بودكاست تاني عن اداره الاموال. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا جدا. شكرا ليك.